والنبي يا رب عوض عليا عوض الصابرين يا رب والنبي. حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا، صباح الجمال، صباح الروقان. بص يا جماعه، انا قايمه النهارده مخنوقه جدا. طبعا جوزي عمال كل شويه يقول لي هنبيع العفش وهنبيع لحد ما بعت بيتي وبعت العفش بتاعي وبعت. بص الدنيا بدات تخرب معايا جدا فوق ما تخيلهم. فانا قايمه النهارده كده مخنوقه، بس نفسي اضحك، مش عارفه اضحك اعمل ايه يعني، بجد والله العظيم. قلت لازم اضحك، يعني مثلا الدنيا جيت عليا ما اضحكش بقى اقعد كئيبه ومتضايقه، لا انا هضحك. المهم رحت ماسكه كده ايه شويه قته وحاطه فيه قرن شطه في النص كده، قلت ايه للي حظه من نصيبه يدوقه، بس اتاكد اللي هو كافر. بص هو شكله كافر جدا اهو عشان تبقوا عارفين، بس انا بدوقه لقيته ميه. قلت ايه ده، وانا يوم ما اجي اعمل مقلب في حد الاقيه كده، فجاه لقيته نار. كافر بمعنى كافر. كنت هموت في اليوم ده يعني. تخيلوا بقى انا متضايقه ومخنوقه كمان بقي بقى نار، فبقيت خلاص مش قادره استحمل بجد والله. يعني يوم ما اجي عشان اضحك على حد اضحك على نفسي. المهم الحمد لله طبعا بقي طبعا يعني نار نار بمعنى نار شطه نار. قلت كده برد بقى باي حاجه. بصوا انا بوريكم طبق الجبنه اقسم بالله ده لقيت اللي فيه. فانا حاجه اجيب عده قماشه ادور انضف الصينيه. وعملت شويه بطاطس، طبعا البطاطس اليومين دولت اكترها مش للتحمير، فانا عملتها كده وطيت على النار لحد يعني ايه ما اتحمرت، بس لونها غامق يا جماعه مش عارفه. المهم بقى نقعد نفطر مع بعض كده. اجيب العيش البلدي اللي قلبكم يعني يستاهل بقكم، قلبكم ولا بقكم؟ يستاهل بقكم، خلينا ببقكم. المهم راح حطهم بقى كده ويلا بينا اتفضلوا افطروا معانا. وبيتي والله العظيم على الرغم اللي انا مأجراه يساعم الحبايب الف. اتفضلوا افطروا معانا. رحنا فطرنا بقى وحمدنا ربنا وجينا دلوقتي. طبعا احنا قاعدين على الفطار، جوز قال لي زي ما حطيت الركنه والناس جو الركنه ايه، ركنه ايه، انا بقول إيه انا رخرة. زي ما حطيت المساند اللي هي القعده العربي وظبطيها والناس جم اتفرجوا عليها وعجبتهم هياخدوها، يلا بقى زي الشطره فضلنا السرير الاخر. قلت له طب ليه؟ قال لي هبيع السرير كمان. قلت له والله هي كده كده خربانه، يعني هي جيت على السرير، يعني مش عارفه انا بعد كده هنقعد فين، هنقعد على الارض. يعني الركنه اللي كنا قاعدين ركنه ايه، بس انا ما اعرفش هي معلقه معايا ركنه. هي زي الركنه يا جماعه، يعني هي قاعده عربي او قاعده بلدي زي الركنه بنقعد عليها بس هي في الارض. المهم بحاول بقى افضي السرير. طبعا المرتبه متصدره فيه تصديره جامده قوي، الحمد لله خلعتها. عامله زي ما اكون بخلع ضرس اقسم بالله. طبعا انا اتهديت في اليوم ده ونفسيتي في نفس الوقت كمان تعبانه. فانا اطلع بقى المرتبه اهوت هركنها بره خالص لحد ما افضي الاوضه، عشان طبعا يعني الدنيا وكده. انا ما اعرفش ايه اللي خلاني ما اوقفهاش في الجنب بجد والله، كنت وقفتها في الجنب كده في الاوضه. بس انا عايزه افضي الاوضه وعايزه اكنسها بالمره، اظبط اللي فيها بالمره واخلي ايه المرتبه لوحدها. طبعا مش عايزه اقعد على السرير ده طبعا عشان هيفارقني وزعلانه منه، ولو قعدت عليه هبقى زعلانه اكتر. خليني اقعد على السرير التاني. هتقولوا بقى انت هتبيع واحد، طب والتاني؟ التاني بنتي بتنام عليه. اخوها بقى انا هجيب المرتبه واخليه ينام على المرتبه كده احطها على الارض. هتقولوا طب ليه بتبيع الحاجات دي؟ والله ظروف يا جماعه. عايزاكم بس تدعوا لي، وعايزه اللي لسه اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده وايه اللي هيجرى وايه اللي هيكون. بس عايزه دعوه حلوه من قلبكم بامانه ربنا وحياة اغلى حاجه عندكم اللي بيسمعني يدعي لي دعوه او يدعوا لي دعوه من قلبكم تفرج همي. كفايه اللي انا بيحت بيتي وقعدت بالايجار، وقعدنا في شقه طلبه قبل كده، ويرجعنا العفش بتاعنا وقعدنا في شقة اهوت بس غالية جدا طبعا، برضو ما فيش حاجة رخيصة خالص اليومين دول. انت لو راح تقعدي في عشة اقول لك بمبلغ وقدره عشة. تخيلوا بقى احنا يعني عيلة كبيرة او اسرة كبيرة، هنقعد ازاي في مكان صغير؟ لازم يكون مكان كبير عشان ما يبقاش بقى خانقة من كله. هي كده كده يعني، هي بقول لك ايه، ضرب الله على عينه قال لك يا خربانة خربانة، انا مش عارفة اعمل ايه. فانا دلوقتي بقى جبت مسامير اهو زي ما انتم شفتوني، جايبه شويه مسامير، كبشه مسامير كده رفيعه على تخينه عشان افك السرير بيها. يعني الاصول اللي جاي ياخد السرير هو اللي يفك السرير بقى، يعني مش هيبقى موت وخراب ضياع. مش بيبقى ببيع السرير وبعدين افك كمان بالسرير، ده انا كده زعلانه وكتير عليا اه والله.
الطقم الاخضر اللي انا لابساه ده اقسم بالله بيفكرني وانا في اعدادي، على الرغم يعني هو طالع في التصوير بيبي بلو، بس اللون ده اخضر اخضر. ما اعرفش هو طالع بيبي بلو ليه، ما اعرفش هو زعلان مني رخر ولا إيه. كنت وانا في اعدادي، بص السرير والله معاك بالحال. وانا في اعدادي لما كنت اروح الدرس كان عندي طقم كده ايه، تيير لونه اخضر، والطروف بتاعه الجيبه فيها ورود خفيفه كده، والبلوزه فيها ورود خفيفه صغيره من تحت خالص، من الطروف من تحت، بس كان اخضر ساده. كنت كل ما اروح الدرس يقول هي الملائكه حضرت يا جماعه يلا نشتغل الدرس المستر. مثلا اتاخر شويه يقول لهم لا يا جماعه اما الملائكه تحضر هنشرح الدرس. فكان مسميني ايه الملائكه، هي الملائكه حضرت يا جماعه يلا بينا نشتغل الدرس. فهم حفظوا سموني بقى بكده. فالطقم كل ما اجي البس طقم اخضر افتكر المستر والعيال بيقول لك ايه الملائكه حضرت هي يا مستر يلا بقى نشتغل واشرح لنا الدرس. آه، استغفر الله العظيم يا رب العالمين. ربنا يفرج همي ويفرج هم الأمة الإسلامية كلها يا رب العالمين. طبعا فضيت الأوضة، والأوضة يعني فضيت، بقيت صعبان عليا أوي والله العظيم أقسم بالله. يعني انتوا تشوفوني كده وأنا بضحك وبتكلم، ما تشوفونيش من ورا الكاميرا وأنا بضحك. وأنا بضحك أوي بس بقى من قلبي وبحرقة. يلا الحمد لله ربنا يعوض عليا يا رب العالمين. اكيد انتوا فاهميني اللي ربنا يعوض عليا. حاجه بتوجع قوي وحاجه بتزعل قوي اما تكون واحده بعد ما كانت قاعده ببيت ومعاها عفشها اللي هي تبيع بيتها، الظروف، وتبيع كمان عفشها. دي حاجه مش حلوه ابدا، حاجه مش حلوه مش لطيفه. اه والله. المهم دلوقتي شديت الكومودينو وقلت بقى اكنس تحته عشان تبقى الدنيا كلها كده نظيفه، يعني تبقى الاوضه ابيض يا ورد ما بقاش ولا فيها اضراب ولا فيها حاجه كده، ولا فيها عش ولا فيها حاجه، ابيض يا ورد. المهم رحت كنسه كده، كنسه متينه بقى من اللي قلبك يحبها. اروح اجيب بقى ايه كمان الشرشوبه عشان انضف الدنيا كده وتبقى الدنيا نظيفه. وربنا يعوض عليا والنبي يا رب، عوض عليا عوض الصابرين يا رب والنبي. والله العظيم يا جماعه الواحد بيصعب عليه نفسه. الواحد لما يكون مع يعني اما تكون ما بتفضفضيش لحد بتبقى حاجة وحشة قوي. فانا يعني والله مش حكاية بفضفض معاكم، انا مش راضية يا ابو، انا لو بعت ابو اكتر من كده. انا لو بعت هتلاقوني مش بعت بس كلام، بعت دموع وعياط وحاجة وحشة، حاجة صعب يعني بجد. فخلينا كده حلوين يعني، تبقى حتى في طاقة ايجابية في الفيديو. كفاية مع ربنا، اللي ربنا هو اللي حاسس بيا وبيشوفني انا ببقى عاملة ازاي. أكيد هو حنين عليا وأحن عليا من الدنيا كلها، أكيد ربنا يعني الرحمن الرحيم ما بينساش حد. وأكيد هو مش هيسيبني، أكيد يا رب العالمين. يعني هو مش خالقني عشان يبهدلني، أكيد خالقني يقرص على ودني شوية، يشوفني مش صابرين شوية. يلا منها وإلينا نعود، والله العظيم يا جماعة منها وإليها نعود. قعدت على الأرض الحمد لله رب العالمين اللي هي جيت على كده. يلا هو من حظ ابني بقى ينام في الأرض هو وبنتي.